إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله. الحمد لله وحده. تأمل في قصة بناء البيت. إبراهيم عليه الصلاة والسلام وإسماعيل وهاجر يرحلون من الشام إلى جبال فاران، ويأمره الله أن يرفع البيت. فبعد أن رفع هو مع ابنه البار قرة العين إسماعيل عليهما وعلى نبينا أفضل صلاة وسلام، ورفعوا هذا البيت وانتهى البناء، انكسروا بين يدي ربي: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا. الله، بعد أن فرغا من العمل أخبتوا، انكسروا. ما أجمل أن نأخذ يا صاحب القلب الطاهر النظيف ألا تغتر بعملك. هذا البيت الذي تطوف حوله رفع قواعده إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فلما فرغا انكسرا وأنابا وسأل الله الطاعة أن تكون مقبولة. فيا عبد الله، ليس العبرة في أن تحج البيت الحرام، وليست العبرة أن تتصدق بكثير من المال. العبرة ما الذي في قلبك يوم أن تقربت إلى ربك. هل الله هو العظيم في قلبك، هو الكبير المتعال الذي تقصده بعملك، أم أن هناك البعض منا معجب مغرور متكبر على العباد؟ إذا حج لا بد أن يقال الحاج فلان، إذا تصدق قال المحسن الكبير، إذا صلى الليل قالوا العابد الفلاني فينتشي بها. يا مؤمن، كن واحدا لواحد جل وعلا. قل هو الله أحد الله الصمد. استودعك الله. إنه الحج، إنه العج والثج، إنه المغفرة من الذنوب والخطايا، إنه معاشر الأحبة خروج من النار، ميلاد جديد، إنه يهدم ما كان قبله.